ممكن تبقى عايش سنين طويلة مع شخص وتفتكر إنه صديقك أو حتى حد من عيلتك، لكن في لحظة واحدة تكتشف إن كل اللي عرفته عنه كان كدب، وإنه وراه وش تاني، وش قاتل سفاح بيدفن الناس في الشقق. قصة النهاردة مش فيلم ولا خيال، دي حكاية حقيقية حصلت في مصر وحولت كلمة الجيزة من مكان معروف وهادي لمسرح جريمة الناس بتتكلم عنه لحد النهاردة. قصة النهاردة هي قصة سفاح الجيزة محمود صفوت. محمود كان باين عليه من بره شخص ناجح، متعلم، مثقف، من عيلة محترمة، وأسلوبه بيخلي أي حد يوثق فيه. كان بيشتغل مهندس ودايما مبتسم وبيعرف يمثل الشخص الطيب، بس الحقيقة إنه كان عايش بأكتر من وش. كل وش له شخصية، وكل شخصية ليها قصة. اللي يعرفوه افتكروه إن هو ابن ناس وجدع، لكن اللي عاشوا جنبه كانوا ضحايا لعبة. أول جريمة عملها كانت أبشع بداية ممكن تتخيلها. صاحبه رضا كان أقرب الناس ليه، كان عارف عنه كل حاجة. محمود استدرجه، وفي لحظة غضب أو طمع أو يمكن تخطيط بارد قتله. مش بس كده، ده كمان دفنه جوه الشقة وكمل حياته عادي وكأن مفيش حاجة حصلت. تفتكر ايه احساسك لو قعدت في بيت صاحبك وانت مش عارف ان تحت رجلك جثة مدفونة؟ محمود اتجوز ومن بره كان زوج مثالي، بيضحك، بيتكلم كويس، شكله عادي، لكن جوه قلبه كان وش تاني، وش القاتل. في لحظة اتخلص من مراته ودفنها برضه بنفس الطريقة. مفيش صوت ولا في شهود، مجرد صمت تقيل. وأكتر حاجة بتخلي القصة دي مرعبة إن كل اللي حصل ده وسط بيوت مليانة ناس، محدش شاف، محدش سمع، محدش حس بحاجة. بعد كده لعب لعبة وحشة جدا، قرر ياخد شخصية جديدة، مرة مهندس، مرة تاجر، مرة شاب بسيط، وكان بيتعامل مع الناس بوشوش كتيرة. خطيبته كمان كانت ضحية، اتخلص منها ودفنها برضو. تخيلي قد ايه كان عايش حياة مزدوجة، بيتكلم مع عيلتها وبيمثل الحزن وهو السبب في موتها. محمود عاش كذا سنة ما بين الوجوه المختلفة، بيتنقل من شقة لشقة، وكل شقة وراها سر مدفون. كان ممكن تشوفه في الشارع وتفتكر ان هو شخص عادي، لكن الحقيقة ان تحت رجليه او ورا الحيطة اللي ساكن فيها في جثة ضحية جديدة. مفيش جريمة كاملة، مهما كان السفاح ذكي في غلطة صغيرة بتكشفه. محمود بدأ يغلط، خدع ناس كتير بالفلوس، بدأ يسيب خيوط وراه. حد اشتبه، حد لاحظ إن قصصه مش مترابطة، ومن هنا بدأت الشرطة تركز معاه.
الشرطة لما فتشوا اكتشفوا الكابوس، جثث مدفونة في الشقق، أكثر من ضحية. الناس اتصدمت، الجيران اللي كانوا بيسلموا عليه كل يوم اكتشفوا إن هم عايشين جنب قاتل بارد الدم. الأرض اللي هم مشوا عليها كان تحتها جثث. محمود اتقبض عليه، وأول ما اتحط في التحقيق بدأ يعترف. اعترف بجرائم بشعة، اعترف إن هو عاش بوشوش كتيرة، وإن هو قدر يخدع الكل. والأغرب إن هو ما كانش حاسس بندم حقيقي، كان بيحكي كأنه بيتكلم عن حد تاني. القصة دي مش مجرد جريمة قتل، دي قصة عن الوشوش اللي ممكن ناس تلبسها حوالينا. احنا بنشوف الضحكة، بنسمع الكلام الحلو، بنصدق المظاهر، لكن عمرنا ما نعرف ايه اللي مستخبي وراها. ولو سفاح الجيزة علمنا حاجة، فهي ان مش كل اللي بيبان حقيقة. يمكن اقرب الناس ليك يكون وراه سر مرعب.